السلام عليكم الاخوه الاخوات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. اليوم جيت نشارك معكم حلوه ديال التمر، محبوبه الجماهير اللي كتجي جد رائعه، والشكل ديالها طبيعي اللي كنديرو دائما كتجي جد رائعه وكتذوب في الفم بمقادير اللي مضبوطه. وغادي نديرو مقياس ديال هذا الطبق اللي هنايا كما كتشوفوا معايا، وغادي نعطيكم المقادير ديال هذا الطبق هذا. هنا في المقادير عندي 4 كأس ما زهر، عندي كأس ديال السكر، عندي نصف كأس ديال الزيت، عندي هنايا 200 غرام ديال الزبده، وعندي واحد الفاني، وعندي واحد الخميره ديال 15 غرام، وعندي واحد البيضه والدقيق على حسب الخليط. كما قلت لكم انا بغيت ندير غير هذا القياس هذا اللي في هذا البلاطو هذا كما وريته لكم. يعني نتوما بغيتوا ديروا اكثر يعني ديروا الدوبل ديال المقادير. هنايا كما كتشوفوا معايا بيضه وواحد الشاسي ديال الفاني، ضفت عليها كأس ديال السكر باش ما تجيناش حلوه بزاف، حيتاش غادي عاد نديروها في السكر. انا درت غير كأس ديال السكر. هنا عندي 200 غرام ديال الزبده ديال الحلوه اللي كنستعملو في الحلوه. عندي هنايا نصف كأس ديال الزيت. هنا كنخلط مزيان، يعني هذا السكر مع البيضه والزبده كما كتشوفوا معايا، كنخلطهم مزيان. وغادي نبقى نضيف يعني الدقيق شويه مور شويه. حلوه اللي رائعه ومعروفه عندنا ما شاء الله في المغرب، اللي كتعجب الكبار والصغار، كتجي زوينه. شكرا بزاف بزاف الناس اللي كيسولوا فيا، ما حطيت لكمش البارح فيديو غير الظروف اخوتي، غير الوقت. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو نحطه لكم غدا السبت ان شاء الله يا ربي. المهم كان مونطيه دابا في الليل، غدا السبت ان شاء الله نحطه لكم. شكرا بزاف بزاف اللي كيسولوني علاش ما حطيت الفيديو. شكرا اخوتي والله يحفظكم، وشكرا على التشجيعات والبارطاج. هنا الخميره خليتها حتى درت الدقيق كما كتشوفوا معايا. الخميره يعني حتى كنديروا الدقيق وكنخلطوها مع الدقيق. هنا كنجمع الخليط حتى كيتجمع ليا كما قلت لكم الدقيق على حسب الخليط. هنا هذا المقدار اللي درت هنايا غادي تخرج لنا كيلو. فاش توزنوا الحلوه غادي كيلو و200 اللي فيها، يعني في الحلوه، لان الحلوه كتكون ثقيله بالنسبه للناس اللي كيبيعوا هكذا. ولا هاد العجينه هذه غتخرج ليا كيلو و200، لان التمر كيكون شويه ثقيل، ومع الحلوه هكا يعني العجينه فاش كطيب كتكون شويه ثقيله. وانتم الا بغيتوا تدوبلو كما قلت لكم المقادير دوبلوها. العجينه كما كتشوفوا ما كنديروهاش قاصحه، خاصها تجي شي شويه رطبه باش كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. الا درتوها قاصحه راه ما كتجيكمش زوينه. شفتوا كي كنوريكم هنايا يعني كتكون هكا رطبه العجينه. هنا عندي التمر اللي كيتباع هكا في الباكي هكا. وانتم يمكن لكم الاختيار، يمكن لي يعني بغيتو ديروا التمر وتفوروه وديروه. هنا درت شويه نتاع اللوز، وغادي غادي نطلق هذا التمر بالماء الزهر، ولا بغيتو ديروا الزبده حتى هي الا ما عندكمش متوفر. المهم كانت نعجنها مزيان باش ندخل فيه هذاك اللوز كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للوز لكم الاختيار، ديروا اللوز القرقاع الكاوكاو والزنجلان، لكم الاختيار. المهم اللي درتوه فيها كيجي فيها زوين. شتو بعد ما كان يعني في الساعه كتحل هاد التمر هادي بلا ما تفوروها ولا تسخنوها، ولا راه غير بشويه نتاع الماء زهر كتطلق. هنا كنشكلهم هكا على هاد الشكل هذا. كندير القياس اللي غادي ندير في يعني في الحلوه، وانتم عينكم ميزانكم شحال ما بغيتو ديروا. صراحه انا كيعجبني فيها التمر، يعني كتكون فيها التمر بزاف. وانتم كما قلت لكم الاختيار. هنا بعد ما ساليتهم كاملين، يعني التمر هنا عندي نص كيلو ديال التمر. هنا كنطلقها غير في يدي هكا باش كنسهل عليكم. علاش قلت لكم راها سهله في التحضير ودغيا توجدوها، ما تعكزوش عليها، راه في الساعه غادي توجدوها. يعني هاد المقادير اللي عطيتكم بلا ما غادي تبقاو واقفين مع البوطاجين يعني كتخدموا هاد الحلوه هادي بالزربه غادي تساليوها. وانتم بغيتوا
ديروا كتر ديروا كتر، المهم كيبقى لكم الاختيار. هنايا كنشكلها على هذا الشكل هذا، شفتوا معايا غير باليد هكا لان العجينه راها عندي رطبه. وحتى فاش كننقشو هكا نديروا لها هذا النقش هذا بهذا المقباض هذا، يعني كتسهل معانا، يعني ما العجينه ما كتقطعش لينا كما كتشوفوا معايا، ساهله في الخدمه ديالها. وحتى فاش كطيب يعني كتعطي منظر زوين، وما كيتجمعوش يعني دوك العوينات هكا فاش كنقشوها ما كيتجمعش داك النقش هذاك، يعني كتعطي ديكور زوين. هنا كنوريكم، شفتوا انا درتها كبيره في الصراحه، كتعجبني هكا. معروفه هاد الحلوه كتباع حتى في المحلابات، كتباع يعني كبيره. انايا درتها كبيره، وانتم بغيتو تصغروها صغروها. في الصراحه كتعجبني نديرها هكا كبيره، وحتى اللي بغى ياكل يعني وحده كامله، يعني ياكل وحده كامله بلا ما يهز زوج يعني صغارين. الطريقه راها سهله، والفيديو راه شارح نفسه كما كتشوفوا معايا. كنوريكم مزيان بلا ما يعني ديروا طلقوها على البوطاجين وتبقاو تقطعوا، غير هكا راها سهله ودغيا كما قلت لكم. غادي تساليوها. المهم اخوتي كثرت عليكم الهضره بزاف، نتمنى ان شاء الله كنوري المبتدئات ان شاء الله باش يفهموا مزيان. اما اللي كيعرفوا الله يعاونكم ويزيدكم ان شاء الله. شتو على ديكور كتجي واعره، الشكل ديالها تعطينا واحد الديكور اللي واعر، لا في العجينه ديالها فاش كنشكلوها ولا مي كطيب. هنا راني ساليتها كما كتشوفوا معايا، شوف الشكل ديالها كيجا، وحتى فاش كطيب يعني ما كيضيعش يعني الشكل ديالها. الفران راه عندي شاعل على 200، غادي نقص له 180 من التحت ونخليها حتى كطيب كتحمر، ونشعلها من الفوق تحمر كما كنوريكم هنايا. شفتوا الشكل ديالها كي كيجي محمره من التحت ومن الفوق. كما قلت لكم شعلوا لها من الاول يعني الطيب من التحت عاد، وديروها تحمر بالفوق باش كطيب وكتجي زوينه. هنايا خليتها حتى بردات، خرجتها من يعني من الفران وخليتها حتى بردات مزيان. وعاد كنديرها في السكر كلاصي ضروري اخوتي حتى تخليوها يعني تبرد مزيان، عاد وديروها في السكر كلاصي. لان فاش ديروها في السكر كلاصي الا كانت سخونه شي شويه واخا ماشي سخونه، هذاك السكر كلاصي كيشرب وما كيبقاش باين فيها. والناس اللي ما يبغوش السكر يمكن لكم تاكلوها غير هكا، يعني تخليوها هكا بلا السكر، لكم الاختيار. اغلبيه الناس دابا ما كيبغوش ياكلوا يعني منقصين من السكر بزاف، ما كيشربوش السكر، ما كياكلوش الحلاوي بزاف. يمكن ليكم تخليوها بلا سكر كتجي زوينه، واصلا ماشي حلوه لان السكر درت فيها غير كاس نورمالمون، يعني كاس ونص ديال السكر. انا درت غير كاس ديال السكر، ومع السكر كلاصي كتجي يعني هي هذيك في الحلاوه. هنا ها راني ساليتها كما قلت لكم، خرج ليها الطبق هذا. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يعجبكم، وكما ديما الا عجبكم بصمه واحد التعليق. وهنايا غادي نقول لكم مع السلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.